وهم قادة البيت الأبيض والصهاينة البربرية، وهم يتلاعبون هكذا بالمفاهيم والقيم الإنسانية. لقد بات مصطلح حقوق الإنسان حرب بيد أمريكا تلوح بها بوجه كل من يقوم بمعارضتها ومعارضة إسرائيل. وكلما اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بإدانة الكيان الصهيوني وأمريكا، اتخذت أمريكا حق الفيتو. احنا نحكي عن تظاهرات اليوم، شنو مطالبكم كمتظاهرين؟ حبيبي أهم فكرك يمي، فكرك تبلور يمي. نحن يجب علينا أن نكون سلميين ومسالمين، ويجب علينا، نحن صرختنا ليس ضد البرلمان وليس ضد مجلس النواب، وليس ضد مجلس المحافظة، وليس ضد المجالس المحلية. لو صرخنا ضد مجلس النواب ومجلس المحافظة والمجالس المحلية قد ضربنا في الصميم للديمقراطية، ونحن تحت مظلة التجربة للديمقراطية. نحن ليس ضد المتظاهرين، نحن ضد الفاسدين والمفسدين والداعشيين. نحن ضد الفاسدين والمفسدين والداعشيين، وليس ضد الديمقراطيين. لا حبيبي لا، إذا طلقنا صرخة ضد مجلس المحافظة، أو طلقنا صرخة ضد مجلس النواب، أو طلقنا صرخة ضد مجالس المحلية، قد ضربنا في الصميم للديمقراطية. نحن نضرب الفاسدين والمفسدين.